كيبدا الفيلم مع 3 ديال الصحاب، موني وروكي واليكس. كيحترفوا السرقه ديال الديور وكيختاروا الديور اللي مواليها كيكونوا مسافرين ولا خارجين. اليكس كيعيش مع الوالد ديالو اللي خدام في شركه امن خاصه في حمايه المنازل، وهو اللي كيجيب لصحابو السوارات والاكواد ديال الديور اللي كيختاروا باش يسرقوها. ومباشره مور ما كيسرقوا كيرجع السوارت للمكتب الوالد ديالو بلا ما يحس. موني هو اللي كيتكلف بالبيع ديال داكشي اللي كيسرقوه، وهاد المره اقترح عليه واحد صاحبو يسرق واحد الدار ديال واحد السيد كانت ماتت بنته في حادثه سير، وكانت خرجت ليه فلوس كثيره، وقال ليه راه كيعيش غير بوحدو ومخبي الفلوس في دارو. موني كيمشي عند صحابو كيحاول يقنعهم بالفكره. اليكس في الاول ما بغاش، ولكن من بعد الحاح روكي وافق في الاخير، ومشاو يشوفوا الدار من بعيد. لقاو الحي هادي وبحال الا مهجور، وقليل فين تدوز شي طوموبيل من حداه. تحمس موني وقال لهم العمليه غادي تكون سهله، خصوصا ملي شافوا بلي مول الدار عمى وراجل كبير. مشاو بحالهم واتفقوا يرجعوا ملي يطيح الليل. وفي الزوج ديال الليل كانوا قدام الدار، عطاو للكلب في الاول واحد الحيمه فيها مخدر باش يتهناو منه، ومشاو للباب باش يحلوه بالسوارت اللي جاب ليهم اليكس من مكتب باه. ولكن لقاو مول الدار داير 3 ديال القفال. بداو كيفكروا منين غادي يدخلوا، واقترحت عليهم روكي تدخل من السر. دخلت روكي للدار ووقفت جهاز الانذار وفتحت الباب لصحابها. دخلوا صحابها للدار بشويه وحطوا صبابطهم عند الباب باش ما يديروش الحس. وبدا موني كيقلب على البيت ديال الراجل، لقاه في الطابق اللي الفوق وكان الراجل ناعس. ولكن غير دخل موني للبيت فاق الراجل، لا فاق غير باش يطفي التلفازه ورجع نعس. موني طلق المخدر وسد الباب وخرج، ومشى عند صحابو قال لهم صافي الراجل خدرناه وما غاديش يصدعنا. وبداو كيحاولوا يحلوا واحد الباب لقاوه داير ليه قفل، ولكن القفل ما بغاش يتحل اليوم. وقرر موني يخدم السلاح اللي كان عنده. اليكس ما بغاش يخدم السلاح، تخاصم معاه ومشى في حاله. وفي هاد اللحظه وقف عليهم الراجل وبدا كيغوت: شكون هنا؟ قال لي موني: راه غير كنت سكران ودخلت للدار بالغلط. ولكن الراجل حس بالقفل مهرس عند رجليه وفهم بلي شي حد هذا باغي يسرقو. شد موني وبدا كيسولو: شحال نتوما هنا؟ قال لي موني: كاين غير انا. وروكي كانت حداه، ولكن بقات واقفه في بلاصتها وما كتحركش باش ما يحسش بها. الراجل طلق القرطاس على موني وقتلو. وفي هاد اللحظه اليكس كان باقي قريب للدار. ملي سمع صوت القرطاس رجع دخل، هو يلقى الراجل قدامه. اليكس لصق مع الحيط وبقى ساكت باش ما يحش بيه، والراجل بدا كيسد كاع البيبان والسراج. روكي هنا صيفطت رساله لاليكس كتقول ليه بلي الراجل قتل صاحبه وبلي هي مخبيه في غرفه الملابس. ومن بعد ما سال الراجل مشى نيشان للبيت اللي كانت مخبيه فيه روكي، حيت فيه الخزنه ديالو. فتحها وبدا كيطمئن على الفلوس ديالو واش باقا في بلاصتها ولا لا. روكي هنا شافته ملي دخل الكود ديال الخزنه، غير خرج الراجل مشات نيشان ليها وخدات الفلوس، ومشات هي واليكس للباب باش يهربوا. ولكن غادي يلقاو الراجل قدامهم ورجعوا للور بشويه. ولكن الراجل حس بالخطوات ديال اليكس وهو يهز الفردي وبدا كيحركو في اليمين وفي اليسار. اليكس وروكي بقاو واقفين في بلاصتهم، وشويه صونا التليفون ديال موني اللي كان طايح في الارض. ورجع الراجل يكمل شغله وتلاها في الجثه ديال موني. وهكا لقى اليكس وروكي الفرصه باش يهربوا. هبطوا من واحد الدروج اللي كيوصلوا للقبو ديال الدار لاكاف. والراجل وهو ماشي كان كيحس بشي حاجه كاينه طايحه في الارض. نزل باش يشوف، لقى زوج ديال الصبابط في الارض، وفهم باللي كاين اكثر من واحد في الدار من غير موني اللي قتلو. مشى كيجري للخزنه ديالو وهو يلقى فلوسو تسرقات. في هاد الوقيته اليكس وروكي وصلوا لاكاف وهما يلقاو واحد البنت حابسها ومكتفها ورابطها بواحد الحبل اللي موصلو بواحد الجرس. البنت ملي شافتهم بدات كتحرك بزاف وكطلبهم باش يفكوها. الراجل سمع الصوت ديال الجرس وفهم باللي كاين شي حد عندها. هز الفردي ديالو واتجه للقبو. اليكس فك البنت، وهاد البنت سميتها ساندي، وهي اللي كانت قتلات بنت الراجل العمى في حادثه السير.
حاولوا يهربوا كاملين، ولكن لقاو الراجل مرة أخرى قدامهم، وبدا كيطلق القرطاس بشكل عشوائي عليهم. وتصابت ساندي وماتت. الراجل ملي عرف بلي ساندي هي اللي ماتت بدا كيغوت، وبقى فيه الحال. وهو يتفدو وسد الباب ديال القبو وبدا تابعهم، وقدر يوصل لأليكس. شدو ولكن لقى الفردي خوا، وأليكس قدر يفلت منه. طيح عليه واحد الخزانة وشد روكي وهربوا. وصلوا الفوق للباب الرئيسي ديال الدار، وكانوا خداو السوارت من لاكاف، ولكن لقاو الكلب واقف ليهم تما. حاولوا يفتحوا الباب بشويه ولكن ما قدروش. هربوا من الكلب اللي بقى تابعهم، دخلوا لواحد البيت وسدوا الباب وحاولوا يخرجوا من شي نافذه، ولكن لقاو الراجل ساد كاع السراج. لقاو غير واحد المنفذ ديال التهويه، فتحوه. دخلت روكي هي الاولى وبغى يتبعها اليكس، ولكن هجم عليه الكلب، تلاح عليه وطاح اليكس متسرجم. الراجل سمع الصوت وطلق القرطاس اللي جا في السقف ديال الزاج اللي كان طايح فوقو اليكس. تهرس الزاج وطاح باليكس وسط الدار، ورجع الراجل تابع اليكس من جديد. حاول اليكس يخدم جهاز الانذار باش يجيو البوليس يعتقوهم، ولكن الراجل قدر يشدو وضربو بواحد المقص كبير ديال الجرده. في هاد الوقيته روكي وصلت للنهايه ديال هذاك الممر ديال التهويه، ولكن لقاتو مسدود. بدات كتحاول تضرب برجليها باش تفتحو. الراجل سمع الحس وعرفها فين كاينه، جبدها وضربها حتى فقدات الوعي، ونزلها لاكاف وربطها في البلاصه اللي كان رابط فيها ساندي. فقد روكي من بعد ولقات راسها مكتفه والراجل العمى جالس قدامها. الراجل بدا كيعاود ليها قصه ساندي، وقال ليها هي قتلت لي بنتي وكان ضروري تعوضني ببنت اخرى، وداكشي علاش كنت حابسها. وقال ليها ساندي كانت حامله ببنتي، وكون ما دخلتوش للدار ما كانتش غادا تموت، ودابا انتي هي اللي غادا تعوضيني ببنت اخرى. وفي هاد الوقيته فاق اليكس اللي كان غير سخفان، حيت الراجل ملي بغى يضربو بالمقص غلط وضرب غير جثه موني اللي كانت حدا اليكس. الراجل العمى خدا الحقنه وبغى يحقن بها روكي، ولكن اليكس ضربو على راسو واعتقها. فك روكي وربط الراجل العمى في بلاصتها، ومشاو نيشان للباب باش يهربوا، ولكن الراجل قدر يفك راسو والحق عليهم. وقبل ما يفتح اليكس الباب طلق عليه الراجل القرطاس ومات اليكس. روكي هربات بالزربه ومشات نيشان للسياره ديالهم اللي كانت قريبه من الدار، ولكن الراجل العمى طلق عليها الكلب وطاح ليها الصاك اللي فيه الفلوس. بقات كتفكر كيفاش تحل الباب ديال الطوموبيل وتاخد الصاك والكلب كاين. فكرات روكي تحل الباب ديال الكوفر ديال الطوموبيل باش يدخل الكلب وتحبسو تما وتخرج تاخد الصاك، وداكشي اللي دارت. ولكن غير خرجت من الطوموبيل باش تاخد الصاك هجم عليها الراجل العمى اللي عاونو غير صوت الكلب باش يعرف فين كاينه. ضربها وجرها للدار مرة أخرى. من بعد ما فاقت روكي خدات دغيا جهاز الإنذار اللي لقاتو طايح حدا جثة أليكس، وخدمات الإنذار، وعاونها صوت الإنذار باش تشوش على الراجل العمى اللي كان كيعتمد غير على الصوت باش يعرف تحركاتها. وخدات واحد الحديدة كبيرة وبدات كتضرب فيه حتى طاح في لاكاف. وهربت روكي وخدات معاها الفلوس ومشات نيشان للمحطة هي واختها الصغيرة، وهما بالمحطة كتسمع في الأخبار باللي الراجل لقاوه باقي حي، وباللي قال البوليس انه تعرض لسرقه وقتل الشفاره اللي دخلوا عليه.